اعتبر ده تحذير. كل 10 أو 20 سنة بيطلع ترند جديد وغالبا بيبقى بفلوس كتير، وبعد كده بنكتشف إن إحنا بندفع ثمنه من صحتنا. في الثمانينات الترند كان ببساطة ما تاكليش كتير، زي السوبر مودلز اللي محطوطين على كل أغلفة المجلات، وده ساعد في إن جيل بحاله في التسعينات بقى عنده eating disorders زي الأنوركسيا والبوليميا. في الجيل اللي بعد كده دخل الترند بتاع الهاي بروتين دايتس، قبل كده كان اسمه الاتكنز دايت، بعد كده بقى معروف بالكيتو والناس مشيت وراه. ناس كتير نسيت إن التوازن أهم من أي حاجة، وبرضه دفعوا الثمن من صحتهم. اما دلوقتي باسم العلم والتطور الفظيع بقى عندنا حلول اسرع بكتير، اختراعات علميه رهيبه، اكسبريشنز طبيه معقده ممكن تخدع حتى اذكى الناس، ووعود فيوتشرستك كانها جايه من فيلم، بنتائج بتتحدى الطبيعه اللي ربنا خلقها والتطور الطبيعي لجسم الانسان. وللاسف دي برضو مش شرط نشوف مشاكلها ونتائجها العكسيه دلوقتي، لان هي ببساطه لم يتم اختبارها فتره طويله ومش عارفين هي بتعمل ايه في الجسم. التطور العلمي في مجال الطب مش معناه نتائج سريعه ولا سحريه، ولما كل شوية بنجري ورا الترند بننسى ان الجسم الصحي بيتبني بالعادات الصح، مش بالحقن ولا بالموضة.